السلام عليكم يا احلى متابعين ومتابعات. اليوم نعطي لكم اسرار تاع الغسول والصابون تاع ديرما سيرفر اللي دار ضجه كبيره. الوغ قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تخلي الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس باش يوصلكم كامل جديد، واللي جديد دائما نقول لك اختي مرحبا بك في القناه تاعي، ان شاء الله تستفادي منها. الوغ دوك نهضروا البنات على هذا الغسول وهذا الصابون. شوفوا البنات، انا كنت نستعمله استعمال خاطئ صراحة ما نكذبش، ولكن نبهتني طبيبات عطني أسرار تاعو الاستعمال الصحيح. هذا الغسول وهذا الصابون ماشي أي وحدة عندها بشرة دهنية ولا أي راجل، باسكو هذا تاني يستعملوها رجال عنده حب شباب ولا بشرته دهنية ولا جافة يروح يستعملوا. لا، استعمالوا البنات احنا اللي كنا نستعملوه كما غسول يومي وكما صابون يومي، هذا استعمال خاطئ فو. شوفوا البنات، نهضروا لوجيك، كمان نغلطوا وكمان نستعملوا اي حاجه نصيبوها ببليسيتي ولا اي حاجه نهضروا عليها الناس يقول لك مليحه نروحوا ديريكتومون ليها، ولكن من موراها ماناش نشوفوا العواقب. ربي يجيب العواقب سليمه. من موراها نديروا كارثه في الوجه تاعنا وندبوا داك الوجه الفيغورات تولي حاشاكم كاع حبوب، تولي الحب داك اللي يطرطق وحده الحب الاحمر. شوفوا مالا يا البنات، الوغ انا نعطيكم الصراحه اللي تظهرني طبيبه. شوفوا البنات، انا كانت بشرتي صافيه، انا بشرتي دهنيه، حابه نحي غير الدهون فقط، مانيش حابه نحي الحاجه خلاف. انا ما عنديش حب، انا عندي حب رقيق يخرج هذاك تاع مره في الشهر كيما كامل البنات. انا تسرعت وصلت باللي البنات الكل قال لك مليح في الجروبات في التيك توك في المواقع كامل هضروا عليهم باللي هبل مليح للحب الرقيق مليح لكل شيء. انا رحت استعملتهم في الزوج ما نكذبش، استعملت استعمال تاع الغسول واستعملت استعمال تاع الصابون. اما لا تبعوني نوضح لكم مليح كيفاش نستعملوه باش تعطينا نتيجه شابه. شوفوا البنات، استعمال تاع الغسول هذا اللي عنده حب شباب، راهم كاتبينه للحب الشباب اللي عنده الحب. اختي وجهك دهني ما تروحيش تستعملي ذا الغسول، عندك حب روحي استعمليه، ما عندكش الحب ما تستعمليش. اذا عندك حب تستعمليه فتره معينه وتحبسيه، تروحي تدومي عليه دومي ليه حتى البشره تاعك تتنجر من تحت قاعد تنجر تولي تحفر. لا اختي عفوا. شوفوا البنات، هذا قالت الطبيبات تستعملوه مده 21 يوم. يعني اختي انتي اذا بشرتك فيها الحبوب عامره، يعني حبوب الوغ واش ديري؟ تحكمي هذا الغسول عادي تغسليه به، راهم كاتبين لك خفقي يعني رجيه قبل ما تغسلي، رجيه مليح، ماشي انك تروحي داكتوم تبزقي عليه وتخليه تغسليه. لا هذه حاجه خاطئه، رجيه مليح 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 مليح، من موراها تغسلي وجهك وتغسلي به غسله واحده ماشي زوج غسلات، غسله واحده صح. كي يكون عندك الحب راح ينحي لك الحب، يزيد يخرج لك حب رقيق من تحت الجلد، نقولوا احنا اللي كان فيك يخرجوا كامل، يعني يهيج داك الحب، من موراها يولي يختفي داك الحب وتحسي البشره تاعك ولات مشدوده ولات كما تروح للجفاف وهي مازالت بشرتك دهنيه. لا، هذيك معناها اللي يخدم في المفعول تاعو، يعني راه يزيد ينشف لك في داك الوجه، تحسي خطات وجهك يحرق، خلاص تحسي باللي راه ينقص. معليش هذه الفتره تاع 21 يوم راكي تستعملي فيه تلقاي نتيجه. تكون تفوتي 21 يوم ولا تفوتي شهر، عباك واش معناها واش يدير الوجه يولي يزيد شي يدير، يخليه يحجر لي بكتيريا الداخل، يعني يزيد يحجر هذاك الحب، يزيد باسكو سيبو الحب خرج كامل، واش راح يزيد يخرج؟ يولي خرج في واحد المسامات راهم الداخل احنا نحتاجوهم، يفتحهم ويولي يخرج لك ثقوب بقع. الوغ هذا قالت الطبيبه محال تستعمليه فوق 21 يوم. انا يا البنات استعملته اكثر من 21 يوم، استعملته شهور حتى نصب وجه تاعي ولا يزيد يتخرج ويثقب والحب زاد هاج. كاع الطبيبه قالت لي خدمتيه بطريقه غير صحيحه، باسكو انا كنت استعمله كغسول يومي. شوفوا البنات وين راه مازال تلقى فاجده، شوفوا راهي هنا حداها هنا، استعملته هذه الفتره فقط وحبسته. كي رحت الطبيبه قالت لي نو بالك واياكي، قالت لي اذا عندك حب في الظهر بتستعمليه، يعني باش ما ترميش كيما هكا، باسكو يدور عليه العام يتبريما، فهمتوا؟ الو قالت لي بديت تستعمليه في ظهرك. البنات اللي عندهم حب في ظهرهم استعملوه، راه صح يصفي لك الحب، بصح ما تطولش به المداومه، يعني الا داومت عليه راح يعطي لك النتيجه عكسيه. باسكو دائما نقولوا اذا زاد شيء عن حدي انقلب الى ضده، سواء نساء سواء رجال، باسكو حتى الرجال يستعملوه. اذا عندك خوك ولا عندك راجلك مولا بيتك عندها الحب في ظهرها، اختي عندك هذا افيكاس يدير 45,000 تلقايها في لي بارتو لي كوسميتيك.
ونروحوا للصابون. الصابون يا البنات شوفوا يعطيكم صح نتيجه عكسيه بصح ماشي كيما الغسول. الصابون افيكاس في كلش، عجبني المفعول تاعو في كلش، خير من الغسول. انا بالنسبه ليا الصابون السعر تاعو 10,000 احسن من الغسول، ونعطيني نتيجه احسن من الغسول. الغسول خساره دراهم بالنسبه ليا، خساره الدراهم ومستحيل اني نزيد نشريه صراحه ما نكذبش. اما الصابون نشري ونعاود علاه. شوفوا البنات كي يكون عندي هذاك الحب الخفيف تاع مره في الشهر كي نستعملو تم ينشف لي، تم ينشف لي بصح باش نقول لكم نقعد به الطول فتره طويله نستعملو لا بصح في ظهري يا البنات نقعد نستعمل به طول حياتي ما يصير لي حتى حاجه، ما يثقب لي ظهري، ما يخرج لي ظهري، ما يدير لي حتى حاجه. بالعكس راه ينحي للظهر الحبوب هذوك اللي يجوا تاع الظهر تاع العرق. راكم على بالكم البنات يديروا لنا كامل الحب هذاك سواء الرجال سواء نساء من الاخر. ما كاينش عبالي يجي واحد الرجال هنا واحد الفئه يقول لك انتم محبات، انتم ثاني يدير فيكم الحب غير سكتوا علينا زيدوش علينا حنبوكم. الوغ البنات هذا الغسول عفوا هذا الصابون او كتبين لك الحب الشباب والبقع السوداء يعني لي بوا نوار وكامل. قال لكم زعما مليح البشره الحساسه، اياكم وتغلطوا ديروا البشره الحساسه، راح يهلك لك الفيغوره تاعك، راح يشلوطها لك شلويطه اختي، تولي لك فحمه، تولي لك محروقه. الوغ لا بشرتك حساسه بالك واياكي، بشرتك جافه بالك واياكي ثاني يعني نقولها ونعاود، هذا ينفع للبشره اللي فيها الحب ودهنيه فقط. واش تستعملي ثاني مدته شهر ولا 21 يوم ما تفوتيش. اذا كان فيك الحب راهي نشف لك الحب هذاك في مده شهر ماكسيموم 21 يوم تلقاي بلي البشره تاعك نشفت، تلقايها بلي داير قشور. هذوك القشور هو تاع الجفاف داك الحب، ماشي قشور تاع الجلد تاعك. مستحيل انت ماكش لفعه اختي باش تحيي جلدك باينه. راهي حسبي روحك كسي لفعه ها اختي ها مالكي غير تشوفي داك القشور عادي. لا يقول لك لازم ترطبي مور الغسول ولا مور الصابون، من مورها رطبي بالمرطب تاعك اللي تستعمليه استعمال يومي، هذه هي. اما بالنسبه للرجال كان اللي يقول لك انا راجل كيف نستعمل المرطب، لو استعملت المرطب خويا خلي وجهك يتقشر شندير لك انا. المهم ينحي لكم الحب، افيكاس للحب هذه هي. يعني مدة الاستعمال تاعو 20 يوم كيكون عندك الحب، عفوا شهر ولا 21 يوم كيكون عندك الحب. ما يكونش عندك الحب اختي ما تروحيش استعملي غسولات مخففين. كاين بزاف لي ماركات صابون مخفف غسول مخفف، ما تروحيش تهلك البشره تاعك. هذا فقط راهم كاتبينه بلي للحب، مش كاتبينه للبشره الاستعمال يومي. ما بالكم البنات تطيحوا في هذه الغلطه صح اخياتي. ما كاينش وحده فيكم تجي تقولي لا نستعملوا من لا اختي ما تزيديش عليها باسكو البشره تاعك راح تنهرد. وبالك راكي في لاج صغير كتلحقي لاج تاع فوق طورون اختي تلقاي دوك المشاكل تاع البشره تاعك اللي ما كنتش متهليه فيها. الوغ مالا ردي بالك تغلطي، هذه هي صح اخياتي. الوغ هذا نعطيله 10 صابون والسعر تاعو 10,000 صح اخياتي. هذه البنات شوفوا انا عطيت لكم حاجه صحيحه، الاستعمال الصحيح صافي. ما كان لا تجي وحده تشكل عليه تقولي لا ونستعمل فيه مده طول حياتي وما دار لي والو. اختي استعملي طول حياتك، نهار اللي تحبسي تعرفي واش معناها طول حياتك صح. كي تحبسي وتقعدي فتره زمنيه تلقاي الحب تاع ربي كاع بدا يخرج فيك، واحد لي بلاك يخرجوا فيك واحد البقع كيما الكنف، وما تجيش تشكيلي تقولي لي اعطيني حل. يعني نصحتك وانتي دبري راسك، هذا تاع حب، عندك حب استعمليه، ما عندكش حب ما تستعمليش صح. في الزوج كيما الغسول كيما الصابون. مي كي تشري الغسول ما تشريش الصابون، تشري الصابون ما تشريش الغسول. وانا ننصحكم انكم تشريو الصابون ما تشريوش الغسول. الغسول شكله ما عجبنيش صراحه، الصابون يهبل ننصحكم به صح اخياتي. الوغ ما نطولش عليكم، ما نقولش طانطانتيه وطولي وهضرتك غير فراغ ومن على بالي تشكلوا عليا هذه الهضره في لي كومونتير صح اخياتي. ما نطولش عليكم ونحبكم، واللي مش مشتركه في القناه اختي غير اشتركي شكي تقارعي مالكي نمرت بوك مالكيش تركي. الوغ باي باي نحبكم بزاف باي.